الأهلي يؤكد أنه ينتظر في الوقت الحالي قرار اللجنة الأولمبية تمهيدا لتصعيد أزمة القمة للمحكمة الدولية حال كانت القرارات غير منصفة، وأنه لا صحة حتى الآن لما يصار عن استقرار النادي على استكمال بطولة الدوري، وما يقال في هذا الشأن حاليا مجرد توقعات واجتهادات فقط. ويؤكد أن موقفه من استكمال مسابقة الدوري سيتحدد بناء على قرار اللجنة الأولمبية. بعض اللجان الإلكترونية التي تضم مرضى نفسيين وأشخاص ينتمون لأندية منافسة تحاول بكل وقاحة إثارة الفتنة وصناعة فجوة في علاقة الأهلي بجماهيره ومجلس إدارته واستغلال أزمة القمة الأخيرة. ياسر إبراهيم ينتظر بفارغ الصبر مواجهة إنبي للعودة للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب طويلة. معلول يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة في مباريات كأس الرابطة على أمل أن يظهر للجميع أنه يستحق الاستمرار في الأهلي وأن تواجده مع الفريق حاليا ليس مجاملة. الأهلي يستعين بأحد أطباء فريق الشباب في الأيام المقبلة لسفر طبيب الفريق أحمد جاب الله إلى أمريكا مع وفد النادي لحضور ورش عمل كأس العالم للأندية. مارسيل كولر يدرس توظيف أشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح بكأس الرابطة لتواجد وسام أبو علي وجراديشار مع منتخبات بلادهم. حسام حسن يحاول تحضير مبررات منطقية لاستبعاد إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري من المنتخب لمواجهة الأسئلة الصحفية المتوقعة له في المؤتمرات الصحفية. كهربا يدعم إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب الوطني ويطالبه بعدم التركيز مع الأمر كثيرا والرد في الملعب. مصدر باتحاد الكرة يؤكد أن معظم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بما فيهم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد نفسه تعجبوا من قرار حسام حسن المدير الفني بعدم استدعاء إمام عاشور للمنتخب الوطني، وحرصوا على توصيل رسالة للمدير الفني بطريقة غير مباشرة على ضرورة إبعاد خلافاته الشخصية عن الاختيارات، خصوصا أن عدم تواجد إمام عاشور في ظل توهجه الحالي هو خسارة فنية فادحة للمنتخب الوطني. أسامة هلال رئيس لجنة السكاوتنج بالنادي الأهلي يستعد لطرح أكثر من لاعب مميز يمكنه تقديم الإضافة للفريق في مركز الجناح الأيمن حال تعثر مفاوضات التعاقد مع السويسري ديريك كوتيسا. نيس الفرنسي يدرس الموافقة على عودة محمد عبد المنعم للأهلي على سبيل الإعارة بشرط تلقيه عرض جيد من الأحمر. مارسيل كولر يتفق مع الأهلي على السفر إلى موريتانيا 5 أبريل المقبل للتعود على الأجواء قبل مواجهة إياب ربع نهائي دور الأبطال أمام الهلال السوداني والتي ستقام في اليوم 8 من الشهر ذاته هناك. بشير التابع يؤكد في ظهوره في أحد البرامج الرمضانية أن إمام عاشور لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدا ويمكنه الوصول لمكانة مختلفة تماما في حال استمرار تركيزه مع كرة القدم فقط. الأهلي يتابع أكثر من مدافع مصري وفلسطيني يلعبون في دوريات أوروبية تحسبا لعدم تفعيل بند شراء مصطفى العش أو رحيل ياسر إبراهيم أو ربيعة. لاعبي الأهلي الدوليين ينتظمون اليوم في معسكر المنتخب الوطني بعدما رفض الأحمر انضمامهم بالأمس وتمسك بانضمامهم في الأجندة الدولية فقط. بلال عطية نجم الأهلي الشاب يتلقى عرض معايشة جديد من أحد أندية الدوري الإنجليزي. حالة غضب كبيرة تسيطر على ممدوح عباس من زيزو ووالده والتهمات لهم بالتوقيع للأهلي واللعب بنادي الزمالك وجماهيره واللاعب ووالده يرفضون الرد. جماهير الأهلي الساخرة من تصريح فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق الذي قال فيه لو كنت مكان بن شرقي لرفضت اللعب للأهلي، واحنا مش عايزين لعيبة عندنا اللي يفصل منها 5 و6 ومستواها متدني ومن سيء لأسوأ على مدار آخر 4 سنوات. وكيل أعمال رشيد متولي لاعب بتروجيت يعرض موكله على نادي الزمالك ومعظم أندية الدوري المصري في ظل توقف مفاوضات الأهلي معه تماما الفترة الأخيرة ورغبته في الرحيل عن ناديه الحالي. تريزيجيه يدعم محمد صلاح ويؤكد أنه سيظل الأفضل في العالم ومصدر فخر للمصريين والعرب بعد خسارة ليفربول بطولتين من البطولات التي كانت من الممكن أن تساهم في حصد جائزة الأفضل في العالم. المعلق أحمد الطيب يطالب حسام حسن بضرورة إعفاء محمد صلاح من معسكر المنتخب الحالي لمروره بحالة نفسية غير جيدة بعد خسارة ليفربول بطولتين مهمتين في الأسبوع الأخير. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده ال25 في معسكر المنتخب الوطني. أحمد فتوح يستعد لإجراء عملية غضروف الركبة بعد تجدد الإصابة. مرتضى منصور يؤكد أنه لا يفكر في العودة لرئاسة نادي الزمالك من جديد وأنه لو أراد ذلك سيعود بكل سهولة أيا كان من سيترشح أمامه، لكنه لا يفضل الدخول في صراعات مجددا ويرى أن المناخ حاليا غير مشجع على العودة. ويؤكد أن وزير الرياضة نفسه يعلم أنه لو ترشح أمام التخين سيكتسح الانتخابات وهو نائم في البيت. وينتقد بشدة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بقيادة حسين لبيب ويؤكد أن النادي في عهدهم خسر 35 بطولة في 6 أشهر، والكل يعرف كيف فاز الزمالك على الأهلي مرتين في هذه الفترة وكيف فاز الزمالك بالكونفدرالية. ويؤكد أنه إذا لم
تقوم الدولة بالإطاحة بالمجلس الحالي الفاشل قبل شهر ديسمبر المقبل، سوف يقوم هو بالإطاحة بهم على طريقته الخاصة، وأنه صابر فقط علشان سمعة البلد. لكن الموضوع زاد عن حده من المجلس الحالي الدلدول لممدوح حباس،